بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ماشي اليوم، بلوتو البارح، نشوف في تلفزيون النهار أو النهار تيفي، فإذا به يصرحوا بأن عبد المؤمن خليفة اللي رانا قاع نعرفوه، هذه هي اللي راكم تشوفوا فيها الصورة تاعه، سلمته السلطات البريطانية للجزائر، وتم النقل تاعه من المملكة المتحدة إلى الجزائر. طبعا مجرد الوصول تاعه قدموه للنيابة وسمع الحكم الصادر في حقه وداوه للسجن تاع الحراش، وبطبيعة الحال سوف يحال إلى المحاكمة في حالة إذا ما قدم طعن بالنقد. المهم اللي يهمنا في هذه القضية ماشي أن السي خليفة جابوه أو غادي يحاكموه أو أنه ما غاديش يطعن أو أنه غادي يجبد ناس جدد، لوان دو لا. السؤال اللي غادي نطرحه، هذه سنين والناس يهضروا ويجبدوا على الخليفة. هنا راني نتوجه للمعارضين أو المقاومين سيدي، يقولوا بأن هؤلاء خليفة راه في الخارج وهرد البلاد وضيع البلاد وخون الرزق تاع الشعب، وراهم مخلينه في الخارج وما غاديش يجيبوه وغادي يقعد تما ويلي امبوني الى غير ذلك من الكلام اللي كانوا يقولوا فيه. ولكن الشيء اللي لاحظته وتعجبت له انهم سور سمعوا بالخبر بانهم جابوه، ومع ذلك اوكين مانيفيستاسيون، ما كانش فيهم اللي يتحرك وقال بور اون فوا الدولة الجزائرية، أنا مانيش نهضر عن النظام، الدولة الجزائرية سجلت هدف وجابت واحد خون دراهم تاع الشعب وقدموه للمحاكمة، يعني تخلى الحبس وسيقدم للمحاكمة في حالة إذا ما قدم طعن بالنقد في الحكم الصادر في حقه. سؤال ثاني، هل هذه الجماعة راهم يعارضوا في الدولة الجزائرية أو في النظام الجزائري؟ كون جاو يعارضوا في النظام الجزائري، يعني الجماعة اللي راهي تحكم في الجزائر، كان فرحوا مثل هذا الهدف اللي حققته الدولة الجزائرية. أنا جو لو كونسيدير كوم ان بوت كو ليطا الجيريان ا ماركي، حقيقة هدف سجلته الدولة الجزائرية، إنسان كي ديتورني دي مليار دو دينار، مدراهم الشعب، مدراهم التعاضديات العمالية، مدراهم المساكين، مدراهم الفقراء، مدراهم المدقدقين، جابوه وسيحاكم. طبعا يحاكم في حالة هو راه محاكم، راه في حكم صادر في حقه، وبقات عنده دروك يا اما يطعن بالنقد يا اما يقبل الحكم. اذا طعن بالنقد يعاودوا يشرعوا له، اذا ما طعنش بالنقد يولي الحكم نهائي. ولكن جابوه، بقات في ريكوبيراسيون تاع لي بيان او المال اللي خونه الناس او للشعب، هذيك حاجه واحده اخرى. المهم ان بالنسبه لي انايا الدوله الجزائريه حققت هدف، ورت للجميع بانه نول اي ا لابري دو لا جوستيس. هذا نون سولمون وسام يتعلق لوزاره العدل، وسام يتعلق للدوله الجزائريه، جو دي بيان ليطا الجيريان، وفي نفس الوقت هدف يسجل في مرمى المعارضين، لانهم بهذه الطريقه راهم يوروا بانهم راهم يستغلوا في القضايا اللي تمس الدوله وتمس الشعب وتمس يعني لا فورماسيون كومبليت تاع لو بوبل الجيريان. علاش؟ لخلق البلبله والمشاكل، لانهم كان جاو معارضين للنظام، كون قالوا الحمد لله هذه بدايه، واحد من اللي خون الدراهم تاع الشعب هاوما لا جابوه وغادي يحاسب، او الى ما شرعولاش لانه قلنا بان فيه حكم في حقه، على الاقل غادي يدخل للحبس كغيره من المساكين اللي من خون خبزه دخلوه للحبس. نورمالمون المعارض تاع الصح ما يعارضش بلاده، يعارض النظام، لأن الأنظمة زائلة والبلد باقية. وهذه هي النقطة كي في لا ديفيرونس انتر لي فري زوبوزون، لي زوبوزون اللي يعارضوا في النظام بطريقة سلمية، بطريقة ما نسميهاش حكيمة ولكن بطريقة بروفيسيونيل، يعني مهنية، وعمرهم ما يوقفوا ضد الجزائر.
لأن الجزائر شيء والنظام شيء آخر. عاود نقولها للجميع دوزيام فوا، الجزائر كدولة راهي سجلت هدف، ورت بأنه نول يا لابري دو لا جوستيس. الحمد لله يا ربي، والله العظيم لا انا ملي شفت هذا الامر فرحت. ماشي فرحت لان انسان غلط غادي يدخل الحبس، لا حاشا ولله، الحبس الله لا يبلي به مؤمن، ولكن فرحت لان الدولة الجزائرية ورت على ديمونتري بأن جميع المواطنين سواء كانوا فقراء أو أغنياء متساوون أمام القانون. إذا هذه فرحة. من جهة أخرى كاين ديسيبسيون. لا ديسيبسيون تاعي هي أن لقيت أن هذه المعارضة، جو بارل على المعارضة اللي راهي تدور هنا ولا راهي في الخارج، معارضة اللي تستغل القضايا كيما هادو للإساءة للدولة الجزائرية ماشي للنظام. وبهذه نختم لأنني مانيش باغي نطول بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل ما نروح نقول لكم تحية الجزائر.